السلام عليكم متابعين، شلونكم؟ بداية الفيديو نقولكم صلوا على محمد وآل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بهذا الفيديو راح أسوي طريقة الناجتس مقرمشة، ووصفة كلش طيبة ولذيذة بصدرين دجاج فقط. وما متوفر عندي البقسماط، فعندي الكعك، وهو يعني بكل حالاته يعني ينطي طعم حلو وكريسبي، فشي ضروري يعني يكون هاي الوصفة. وبداية الفيديو أقولكم لا تنسوني باللايك وضغطوا على الاشتراك، تابعوا الفيديو للأخير، وعندي موضوع كلش مهم. واليوم موضوعنا عن إسراء أم سراج وبتول وبراء أم أموني. نحكي قصتهم عن الدعم وأسعار الدعم المبالغ به، ولو هذا رزق إلهم يعني، بس لازم يتعاونون شوية ويا القنوات المبتدئة وتكون مساعدة حلوة بين الخوات. يعني أسعارهم كلش مبالغ بيها. إسراء أم سراج كانت يعني قبل سنة تقريبا الدعم مالتها $100، بهاي السنة سوته $200، يعني السعر مبالغ بيه. أما بتول مبالغ أكثر من إسراء أم سراج، وهو دعمها €400 و600، خاصة إذا يعني تنشر عن القنوات المغربية أو هذا يعني القنوات المو عراقية تاخذ بعد أكثر. يعني هذا باليورو عمولته أكثر، يعني يطلع تقريبا بالمليون. فنتمنى منهم يعني عادي يستفادون من القنوات المو عراقية، بس خلي يستاهلون ويا القنوات العراقية، يعني على الأقل يعني كل أسبوع مو ينشرون، وإنما يعني بس ينشرون القناة على المنتدى، ما ينشرون فيديوهاتهم الخاصة. كل أسبوع ينشرون قناة من هاي القنوات العادية اللي 1000 و2005. يعني صحيح أنا هسه عندي 5000 مشترك، بس يعني ماكو مشاهدات، بس 300. وهاي 5000 مشترك سويت بيها دعم. كل يعني قناة اللي نشرت قناتي، كل قناة أخذت $20 و25، يعني سويت دعم 3 مرات 4 مرات، وياخذون هاي المبالغ، يعني مبالغ بسيطة ويجي لك بال1000 مشترك. إسراء أم سراج من تنشر القناة تاخذ $200، ويجي يعني للقناة تقريبا 2000 إلى 3000 مشترك. وأيضا عندي عتب ويا المتابعين، انتم من راح تشتركون، هي تنشر القناة، انتم راح تشتركون، ليش ما تواصلون المشاهدة بالفيديوهات؟ مثل ما قلت لكم أنا 5000 مشترك، مشاهداتي 300. ليش؟ شاهدوا الفيديو من تشوفون الإشعار، شاهدوا حتى لو دقيقتين، يعني أول إعلان بالبداية وبعدين دقيقتين ورا، لا تتخطون الإعلان، ودقيقتين ورا الفيديو، يعني ما يأثر عليكم بشي. مثل ما القنوات يعني إسراء أم سراج وخواتها عندهم قناة ويصورون ويتعبون، ترى حتى إحنا نصور ونتعب بس مشاهدة ماكو. صحيح مثل ما قلت لكم يعني إحنا ما نطلع الشغلات الماركة وتسوق وطلعات مثل ما هم بألمانيا وتركيا، إحنا بالعراق عايشين وقنواتنا على قد حالنا. بس يعني قلت لكم فيديوهاتنا إحنا قصيرة، هم فيديوهاتهم 15 دقيقة، فيعني إحنا فيديوهاتنا قصيرة وشاهدوه روع الفيديو، يعني مدة دقيقتين مو هواي. فأتمنى هذا الكلام موجه يعني إلى إسراء أم سراج وخواتها براء وبتول، أتمنى يدعمون القنوات الصغيرة استوها بادية، ويعني ينشرون القنوات على المنتدى، ترى هم ما تعبانين، مو هم راح يشتركون، هم المتابعين اللي راح يشتركون 1000 2000 وهم ما راح يشاهدون. وعين المتابعين، انتو إذا ما عجبكم فيديوهاتنا عادي تركوها مشغولة، بعد انتو مشتركين بقناتنا تركوا الفيديو مشغل وروحوا للمطبخ شربوا غلاس ماي ورجعوا تلقونه منتهي الفيديو. عرفتوا؟ خوش يعني فكرة. فيعني لا يزعجكم الفيديو مالتنا، بس المهم يعني يصير مشاهدة. وإذا وصلتوا وياي لهذا المقطع لا تنسوني باللايك، وأتمنى اللي يشاهدني أول مرة يشترك، يعني ما راح يخسره شي الاشتراك. ونرجع لوصفتنا. حضرت هنا طحين، تقريبا قلاص طحين، ملعقة نشا وبيضة، وهنا عندي الكعك المطحون. هنا عندي أول شي نغمسها بالطحين، وبعدين بالبيض، وبعدين آخر خطوة بالكعك. شوفوا بهذا الشكل.
مثل ما شفتوا بداية الفيديو عندي صدرين دجاج قطعتهن وسنين ثوم. وبعدين بعد ما طحنتهن ضفت البهارات البابريكا وفلفل أسود والملح. وهاي الوصفة تقدرون بعد ما تشكلونها بهذا الشكل تقدرون تجمدونها، كل ما تجمدونها يعني تكون أطيب. يعني تفيدكم إذا إجالكم خطار فجأة عندكم هاي القطع مجمدينها بس تقلونها، ويعني ما يحتاج استواء كامل، هي 5 دقايق تلقونها مستوية. يعني بنفس الوقت وصفة سهلة ولذيذة وما يحتاج إلها تعب. وأكيد هاي الوصفة ما يحلى وياها إلا الفنجر. والفنجر هي أقطعه على شكل أصابع وبعدين أسلقه مدة 5 دقايق وبعدين أصفي عن الماي وبعدين أضيف له نشا وبعدين أقليه. يعني خطواته كلش سهلة وبسيطة. شوفوا هسه راح أسوي خطوة خطوة وياكم. ويا السلق ضيفوا شوية ملح يكون أطيب أحسن ما تضيفونه يعني خلال القلي، فبالسلق حطوا شوية ملح. وراح أسوي وياكم المايونيز أو السومية، بيضة وعصرة ليمون، رشة لمندوزي إذا تردون شوي بيه حموضة، رشة ملح، سن ثوم كلش صغير. ونتخلصون بالأخير آخر خطوة يعني إذا تردون ملعقة من الروبة أو الزبادي تكون أطيب. ونرجع وياكم موضوع الخوات الثلاثة. واغلب المتابعين يعني من يشاهدون الفيديوهات حسب لهم ماكو أرباح. لا، أكو أرباح على الفيديوهات وكل من حسب مشاهداته. كل ألف عليه دولار واحد يعني. ما شاء الله يعني إسراء أم سراج مثلا متابعينها 400 ألف، كل فيديو 400 دولار تاخذ من غير الإعلانات. يعني ما شاء الله الله يرزقهم يعني ويرزقنا وياهم. فيعني هواي بنات أقرب التعليقات يعني ما يدرون ايش قد ياخذون أرباح أو هاي الشغلات، فأقولكم هاي أرباحهم. فليش أقولكم يعني هم 3 كل أسبوع من البنات تسوي دعم للقنوات الضعيفة، يعني لأن ما خسرانين شي، هو يخلون القناة مثل ما قلتلكم على المنتدى. ما شاء الله أرباحهم
كلش هواي من القناة، ما غير يعني على الإعلانات والبيجات اللي يسوون عليها دعم، فيعني من راح ينشرون قناة عراقية ضعيفة؟ ما خسرانين شي. فأتمنى يحققون هاي الشغلة اللي نريدها. وهنا النقد صارت الوجبة الثالثة الأخيرة بديت أقليها، تقريبا صار عندي 15 قطعة من هاي صدرين الدجاج. وهنا بديت أقلي الوجبة الأولى مالت الفنجر، والنقد من أطلعه وأخلص راح أقلي بيه الوجبة الثانية مالت الفنجر، لأن بيه بهارات فيصير طعمه كلش حلو.